اختي كلمت بابا قالت له انا ما بكسر كلمتك، لكن لو مديته انا ما حاتزوج غيره وحاقعد كده. قال لها اقعدي حبابك، وقفلنا الموضوع على كده. وتاني انشغلنا بوفاة ابوي بعد 5 شهور تقريبا، ربنا يرحمه ويغفر له وربنا يرحمه ان شاء الله. اختي لي يوم ندى ما عايزة تتزوج، اولاد عمامي كلهم يتقدموا لها ورفضتهم، واولاد خالتي رفضتهم، وقالت ما في زول يتناقش معاها نهاية في الموضوع ده. يلا نجي للمشكلة. انا واقعة في ترتيب اخواتي قبل الاخير، فوقي في 3 بنات وتحتي واحدة. انا هسي مرتبطة لي 3 سنين، امي ما عايزة تزوجني، واختي الاكبر مني امي رافضة تزوجها، وبرضو اختي الاصغر مني وامي قالت لنا كلنا يحرم عليكم العرس، تعرس الكبيرة اول وبعديها التحتها وبعديها التحتها، ما في واحدة حتتخطى الاكبر منها. نحن معناها كده حنقعد لي يوم القيامة، لانه اختي الكبيرة ابت اصلا العرس،